صفيته وحطيته على النار يغلي بتاع نص ساعه على النار واطيه لحد ما اتصفى خالص، ورحت حاطه له جبنه. وطبعا الشتا جاي، كل سنه وانتم طيبين. وطوبه الجبنه بتاعتها بتبقى عسل زبده. هتحمصيها وتحطيها في البرطمان. عندك برطمان يقعد معاك عمر طويل، سنين 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 سنين. ده المش ده معتق بقاله سنين. انا عايزه اوريكم لونه. بصوا اللون بتاع الولاد غامق غامق، خميره. وطبعا غليته ظبطته خليه زي الفل. وتحط عليه حبايتين ترمس وفلفل احمر. عمر اي حشره ما تيجي عنده، وهيقعد عندك احلى مش احلى مش، يبقى عندك سنين طويله. انا عجبك الفيديو لايك وشير ودعوه جميله بالخير، وهكتب لك الطريقه بالظبط باذن الله في صندوق الوصف. دي زلعه حبنا يا ولاد، زلعه حبنا، ما اقدرش بيتي يستغنى عنها ابدا. ديت بصوا اكسير الحياه. زي الناس اللي بتحب تحط برفان وتحط الحاجات دي، انا بحب المش في بيتي. وطبعا بعتقه واخمره تخميره. بصوا انا بغطيه الاول باكياس كده. هيقولوا اكياس سودا يا مسلم، دي بعيد عن المش خالص خالص. هنا ما شاء الله. ودي حته من المطبخ كده نظيفه ما فيهاش اي حاجه. وقفلي عليه جامد وعينيه بعيد عن اي ميه. لو جت عليه ميه كل سنه وانت طيبه المش باظ. يبقى تحفيز حلو قوي، هيقعد معاكي سنين طويله. يا رب اللي عندها مش تحافظ عليه، واللي عندها مش بتصاب باي حاجه وحشه ما ترموهوش. دود المش منه فيه اولاد، محدش يقرا. صفيه واعملي الطريقه بتاعتي هتعجبك جدا. وصحه سعاده وهنا. مسلمه جايه تقول لكم في الله بحبكم. صلوا على الحبيب المصطفى يا ولاد. تعالوا شوفوا اللي هعمله في المش ايه. المش بتاعي باظ. بصوا ميه بقى ميه، واسمه قديم وخميره جدا. والله زعلانه عليه. استنوا اوريكم. زعلانه 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 جدا. بصوا بقى ميه وحاسه لا هو ما فيهوش حاجه، بس ميه ميه. هو ممكن عشان الرطوبه، عشان انا كنت حطاه تحت الحوض، فطبعا انا خساره عليا ارميه يعني، لان ده خميره يعني. فهعمل ايه؟ تعالوا بصوا الاول يا ولاد. انا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده عندي برضو مش تاني يعني جاي لي من عند ناس حبايبي، بس برضو احتياطا عشان انا ما احطوش ويبوظ حاجه عندي هصفيه. بصوا دي شاشه كده احطها في الوسط المصفى. والمش اهو ده جميل قوي، ده خميره. بصوا اهو. طبعا ليه بقى؟ عشان ما يكونش في حاجه، لان جاي لي من بره من عند ناس حبايبي، فمش عايزه يبقى في ايه شوائب ولا عندي اي حاجه يعني. بصوا ما شاء الله اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اهو. بصوا يا ولاد ده قشر استفندي تحفه. قشر استفندي ده مش بقى اللي كان عندي. بصوا هنزل ازاي يا ولاد اهو. هولع عليه بقى هصفيه وارجع لكم تاني. بصوا انا كنت حاطه فيه ايه. ده خيار. بصوا خيار وقشر استفندي بصراحه جميل والله. هصبن البرطمان كمان اهو يعني. حبايب قلبي اهو بصفيه زي ما انتم شايفين اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. معلش بايو عامل بصوا ازعاج ازاي، حقوق عليا والله. كل ما اسجل فيديو حتى لو انا عملت الفيديو خلصته وبسجله بعد كده انا بطلع قشر السفندي هنا يا ولاد، عشان ما حدش يسال يقول قشر السفندي فين. استنوا بقى اعمل البرطمان. عشان بنقع البرطمان عشان اغسله بعد ايه؟ بعد ما اخلص، عشان انشفه. ما ينفعش احط فيه ميه خالص يعني، ما احطش مطرح الميه. هنا ما شاء الله هصفيه خالص وهرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي اهو صفيت خالص خالص. واحط طبعا ده في الحوض، وهاخد ده احطه بقى فين؟ على البوتاجاز. بس اغسل ايديا وارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبايب قلبي اهو ولعيه. احطه على البوتاجاز يغلي لحد ما ينقص كده خالص، اكنك بتطهري المش بتاعك وتجدديه.
هنا طبعا بصوا، هنا كان قشر استفندي وده بطيخ الابيض بتاع البطيخ، سكر. ماشي يا ولاد، هيغلي وارجع لكم تاني. ادي المش بيغلي اهو زي ما انتم شايفين، وهسيبه خالص لما يقصر، مش هخليه كده، لما يقل ويتقل عشان يطلع منه الميه لو في حاجه مثلا مسرح قشر السفندي قشر البطيخ اي حاجه فيها يعني، زي ما انتم شايفين. ما شاء الله قديم قديم، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها حبيبتي الغاليه نسب الحبايب ام ربيع حمد بنتي، والله الله يرحمها، كانت هي اللي مدياني الخميره دي، الله يرحمها رحمه ونور عليها. قولوا لي الفاتحه يا ولاد، قولوا لها الفاتحه، ربنا يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلى من الجنه يا رب. بصوا يا ولاد اللهم بارك اهو، حتى شايفين اللون بتاعه الغامق الجميل القديم القديم، والله اقسم بالله. يعني هسيبه يغلي كده وياخده يدي بشكل ودي ويتقل وارجع لكم تاني. اهو بدا يتقل اهو وغالي قصر قوي، كفايه قوي كده عليه عشان انا مش عايزاه يصفصف، عشان انا هجيب جبنه لسه. بصوا ما شاء الله، المهم قصر كتير، انتوا شايفين الحله كانت مليانه ازاي. يبرد بقى وارجع لكم تاني. المش برد خالص، ما ينفعش نستعمله وهو سخن ابدا، لازم يبرد زي ما انتم شايفين. ما هو عشان اوعوا تستعملوه وهو سخن عشان ما طبعا احنا حاطينه برطمان بلاستيك، السخونيه مع البلاستيك وحشه جدا. طبعا البرطمان ده بقاله قرن، فاوعوا تفكروه وسخ، انا غسلته بميه مغليه بصوا خليته زي الفل من بره وجوه. انتوا شايفينه في اول الفيديو كان شكله عامل ازاي. طبعا اهم حاجه ما يكونش فيه ميه خالص خالص عن النشفان. هنبتدي بقى نسمي الله ونصلي على حبيب المصطفى، نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، هحط حبه مش كده الاول في قعر البرطمان، بصوا بقى. وعندي هنا فلفل احمر زي ما انتم شايفين، الفلفل الاحمر اهو هتاخد كده عشان اوسع لكم الشغل اهو. هنا فلفل احمر يا دوبك اشيل العنقود ده واسقطه كده، مش هقطعه عشان انا عندي المش حامي جدا والفلفل ده حامي جدا جدا يعني. هنا زي ما انتم شايفين الجبنه القديمه اهي احطها في البرطمان. طبعا هي ما شاء الله متحمصه يعني، حلوه، جبنه قديمه جدا لدرجه بص انا عايزه اوريها لكم يا اولاد. بصوا عامله زي الملوحه كمان، طعمها جميل جدا. طبعا مش هفضيها كلها، خلي القطعه عشان النهارده انا هعمل تحبيشه. يعني ايه تحبيشه يا مسلم؟ هحمر بطاطس واهرس بطاطس واعمل جبنه قديمه جبنه قديمه يعني بقوطه كده وطحينه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي. بصوا مش اهو هنزل على كده زي ما انتم شايفين. طبعا جبنه الصيف ما ينفعش تحط في المش، انا كنت ناويه اجيب بس حبايبي قالوا لي اوعي ما ينفعش خالص تحطها في المش. زي ما انتم شايفين كده، بصوا ما شاء الله اللهم بارك طبعا اي نقطه مش انت اولى بيها، ده خميره يعني. انا هيجي الشتاء باذن الله وهجيب جبنه قريش واحطه فيها، لا تقفلي بقى عليه يعني. دي انا احطها اخليها بره في الثلاجه في علبه صغنونه كده، عشان لو قعدت عندي ناكل منها كده النهارده، ناكل في اي وقت، عشان مش هفتح على ده خالص دلوقتي خالص. بصوا كده، عايزه احط الفلفل ده برضو. طبعا اهم حاجه تخزين المش في مكان ما فيهوش رطوبه، يعني مكان تكون مش مسويه، يعني بلكونه. انا غلطت لما انا كنت بحطه تحت الحوض عشان يبقى قريب مني في المطبخ، فده غلط جامد يعني، غلط كان هيبوظ لي المش ويخسر لي حاجات كتير بصراحه. والمش دوت يعني حاجه اساسيه في البيت بصراحه. العلبه دي هحط فيها الجبنه القديمه دي وهركنها هنا في التلاجة، وقت ما عاوزه اطلع منها اطلع عشان ما افتحش ده خالص، مش هفتح على ده. وبرده هزودها مش والكلام ده كله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا طبعا العلبه مش واخداهم، هكسرهم، هضطر اكسر عشان تبقى مقفوله حلو يعني، عشان ما تعملش ريحه في التلاجة. زي الفل. طبعا انت لو عايزه تعملي خميره مش من الاول للاخر هقول لك تعملي ايه دلوقتي وانا معاكي. طبعا انا كان عندي بصوا برده كان عندي مرته، بس المقطع ده ما جاش، حطيتها مع المش وهو بيغلي. طبعا لو عايزه تعملي مش
خميره من الالف للياء، هتعملي ايه لبختك؟ هتجيب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عندك مرتبط تحمريها وترشيها بلبن رايب او لبن الحليب بتاعنا، بقرن فلفل احمر ومعلقه شطه ومعلقتين 3 ملح، يعني المش هو حدقان يعني عايز الملح، وخليها تغلي كويس حلو قوي على النار وتبرد، وتقومي جايبه جبنه قريش، بس الجبنه القريش ما تحطهاش منها كده على طول، لازم تحمصيها. يعني ايه حمصيها يا مصطفى؟ حطها في الفرن لا يقل، بتجيبي ملح وشطه وتبدري الجبنه وتحطيها في مصفى، تبدري الجبنه اكنك بصي بتعملي سمك، بتبدري سمك واحده جنب واحده، تحطها في مصفى وتحطي تحت المصفى دي طبعا عشان هينزل ميه، وتحطيها مش في التلاجة، بره التلاجة، وتغطيها بشاشه ما تخليهاش عريانه او حته بيضه، يعني مش شرط الصينيه براحتك بقى، عايزه كيس بلاستيك لحد بالظبط من 4 ل5 ايام لحد ما تنزل ميتها خالص، وترصيها في برطمان في بلاص، احنا كنا زمان بنحطها في بلاص عسل، ترصيها، والمش اللي انت عاملاه دوت اللي هو كان كده في الحله تنزلي عليه، وحطي كم لو عندك كمان عشان لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما يسيبوش اي حاجه. شفت الترمس؟ جيبي حبيتين ترمس اللي احنا بنعمله للعيد ده وتحطيه فيه وتقفلي البرطمان، بس اقفليه ما تفتحيش كل يوم والتاني عليه، يعني انت كده عملتيه بتقفلي يمكن 3 شهور ما تجيش يمته عشان يبقى خميره معاكي، وكل مره ما شاء الله ما شاء الله يبقى عندي جبنه، يعني جايبه جبنه قريش حلوه ما تحطهاش منها فيها، تحمصيها وهيفضل عندك، لان ما شاء الله انا عندي ما بحبش البيت يخلى من المش، انا كان عندي من البرطمان ده اقسم بالله 2 3، الله يرحمها الله يرحمها يا رب ويسكنها الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم امين يا رب العالمين. حمد بنتي ام ربيع الله يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلى من الجنه، كان مدياني برطمانات مش، شفت المربى مربى وخميره جامده جدا جدا وجميله جدا الله يرحمها، فكان قاعد عندي بقالي فتره، فطبعا من انا جبته من البلكونه لتحت الحوض طبعا رطوبه، وعندي الحوض زي ما تقولي ممكن يكون بيسرب ميه ولا ايه، الارض كانت مبلبله، رطب البرطمان، بدات اشم ريحه مش حلوه للمش ولقيته ميه، فانا ما اقدرش استغنى عليه، ما انا ممكن كنت رميته بالبرطمان وريحت دماغي قلت يلا خلاص مش اشكال، ما عاوزه اجيب بالطلب، ما اعرفش احنا جنب اي اكله جنب عشاء جنب اي حاجه لازم نطلع جبنه قديمه، اللي بيجيني الضيوف اللي بيجيني عايزين جبنه قديمه مسلم من عندك او مش، فهو ده كنز في بيتك بامانه. يلا لايك وشير ودعم الجميل بالخير المسلم، وحقوق عليا طولت عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.